السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. اليوم راح نقدم لكم طاجين الزيتون بالدجاج ولي شامبينيون، يجي بزاف بنين. يلا معايا نشوفوا طريقه تحضيرها. في طنجره حطيت شويه تاع الزيت وشويه تاع السمن واطراف ديال الدجاج، راح نقليهم ابخي نحيهم. وفي هذيك الزيت راح نقلي فيها زروديه باش تطلق الحلاوه تاعها والبنه ديالها. نغطي عليها ونخليها تتقلى مليح. بعد ما تقلات السروديه نتاعنا مليح، ضفت لها حبه بصل وترابيتها، وزدت لها 7 سنينات نتاع الثوم. نخليهم يتقلاو مع بعض ونغطي عليهم. خليت كميه نتاع الزيتون من 10 دقائق ل 15 دقيقه وصفيتها. زدت لها وريقه تاع الرند واطراف تاع الدجاج. نزيد ملعقه نتاع الملح، شويه فلفل اسود، وشويه كركم، وشويه زنجبيل، قريصه نتاع القرفه. نخليهم يكملوا يتقلاو على نار هادئه. نور ما تقلاو نمرق. ونغطي عليها. نزيد كميه نتاع لي شامبينيون ونغطي عليها. الدجاج نتاعنا طاب وراح نحيه. وزدت لها شويه نتاع معدنوس وطفيت عليه. في مقلاة درت شويه نتاع الزبده وشويه نتاع الزيت، حمرت الدجاج تاعنا. كيما راكم تشوفوا طاجين الزيتون تاعنا راهو طاب وجا بزاف بنين، والمرقه تاعو خاطره كيما تاع العراس. نتمنى تجربوا هذه الوصفه، ما تنساوش ديروا لي جيم وابوني للصفحه. الى اللقاء.